أسرار لا تعلمها عن سورة الكهف. تشتمل سورة الكهف على 4 قصص و4 فتن و4 قوارب نجاة. اسمع للآخر. أول قصة هي قصة أصحاب الكهف، تتحدث عن فتنة الدين، قصة شباب مؤمنين كانوا يعيشون في بلدة كافرة فعزموا على الهجرة والفرار بدينهم بعد مواجهة بينهم وبين قومهم. كافأهم الله برحمة الكهف ورعاية الشمس، استيقظوا فوجدوا القرية مؤمنة بكاملها. قارب النجاة منها الصحبة الصالحة. القصة الثانية هي قصة صاحب الجنتين، تتحدث عن فتنة المال والولد، قصة رجل أنعم الله عليه فنسي وأهان النعمة فطغى وتجرأ على ثوابت الإيمان بالطعن والشك ولم يحسن شكر النعمة رغم تذكرة صاحبه فعاقبه الله بهلاك الزرع والثمر فندم حين لا ينفع الندم. قارب النجاة منها معرفة حقيقة الدنيا. القصة الثالثة قصة موسى والخضر عليهما السلام، تتحدث عن فتنة العلم. عندما سئل موسى من أعلم أهل الأرض فقال أنا، فأوحى الله إليه أن هناك من هو أعلم منك فسافر إليه موسى ليتعلم منه كيف أن الحكمة الإلهية قد تغيب أحيانا ولكن مدبرها حكيم، مثال السفينة، الغلام، الجدار. قارب النجاة من فتنة العلم التواضع. القصة الرابعة قصة ذي القرنين، تتحدث عن فتنة السلطة، قصة الملك العظيم الذي جمع بين العلم والقوة وطاف الأرض يساعد الناس وينشر الخير في ربوعها، تغلب على مشكلة يأجوج ومأجوج ببناء السد واستطاع توظيف طاقات قوم لا يكادون يفقهون قولا. قارب النجاة من فتنة السلطة الإخلاص. في وسط السورة يظهر أن إبليس هو المحرك الأساسي للفتن، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما علاقة سورة الكهف بالمسيح الدجال؟ سيظهر الدجال قبل القيامة ب4 فتن يطلب من الناس عبادته من دون الله. فتنة الدين، سيأمر السماء بالمطر ويفتن الناس بما في يديه من أموال. فتنة المال، ما يخبر الناس به من أخبار. فتنة العلم، يسيطر على أجزاء كبيرة من الأرض. فتنة السلطة. أما قوارب النجاة الصحبة الصالحة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. القارب الآخر للنجاة معرفة حقيقة الدنيا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. القارب الثالث للنجاة التواضع، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. القارب الرابع الإخلاص، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه بعض أسرار سورة الكهف التي نقرأها في كل جمعة.